تعالى معايا كده، هاخدك معايا في رحلة لدماغ ريفيلو واوريك افكار الراجل ده بيلعب ازاي وايه طرق اللعب اللي بيقدر يلعب بيها. خدت بالك هنا من الوقفة اللي اللعيبة بتاعت فريق بتقف ازاي؟ دي نفس الوقفة اللي لعيبة النادي الاهلي بتقدر تقف بيها. بص الباكين طايرين وعلى طول العمق بيبقى فاضي للاعب وسط الملعب. عايزك تركز معايا قوي عشان الفيديوهات دي هوريها لك في ماتش النادي الاهلي. انا عايزك تركز معايا في الفيديو عشان الفيديو هيعجبك قوي، وفي شوية حاجات وشوية تفاصيل هتعجبك قوي. بص نفس الوقفة، بص الباكين، عايزك تشوف الباكين، عايزك تشوف اللعيبة، بص نفس الوقفة، نفس الحركات دي هيعملها محمد الشناوي. تعالى بقى اوريك بقى مع النادي الاهلي، اوريك بقى ريفيرو والتطبيق اللي انا اتكلمتك فيه ده بيعمله ازاي. والشناوي ذكي جدا واشتغل على نفسه بطريقة الخروج بالكرة. عايزك تتابع معايا وتبص الشناوي بيعمل ايه مع اللعيبة. واخد بالك ان الفريق كله بيتحرك حتة واحدة والفريق كله مراحل ناحية اشرف بن شرقي؟ عايزك تاخد بالك من الكلام ده. خدت بالك من المساحة اللي فضلت الإمام عاشور؟ بص عايزك تركز بالك جراشتار بيعمل ايه. عايزك تركز عشان الحاجات دي هوريها لك في الفيديو، واللعيبة بتخرج ازاي بالكورة. بص هوريها لك الشناوي رجع تاني، بص بوريها لك اللعيبة برضو مصممة أفكار المدرب إنها تخرج بالكورة. أنا عايزك تركز، كل ده أنا بوريك الأهلي وهو بيخرج بالكورة، وبص الأفكار بتاعت المدرب. عايزك تبص، بص تومية بن رمضان، بص دي تومية لعيب كبير. بص هنا طاهر، اللعيبة بقت واحد على واحد بجد. مدرب عنده أفكار كويسة جدا. بص عايزك تركز معايا كده، بص العش رجع للشناوي، ده نمط متكرر على طول، دايما لعيبة الأهلي بتعمل الحركات دي. بص الشناوي على طول بيشترك بالايه، بالخروج بالكورة. بص مين فاتح المساحة وفاتح الملعب؟ طاهر محمد طاهر. عايزك تركز معايا، بص اللي ورا طاهر محمد طاهر ده مين؟ تمام، ده محمد هاني. عايزك تفضل مركز معايا في الكلام ده. بص بقى الهجمه بتبدا تتطور بقى، احنا ازاي خرجنا بالكوره. بص بقى انا عايزك توريك، والمساحات اللي بيقدر من التدريب بيقدر يوريها للعيبه عشان تفضل تخرج بالكوره. بص المساحات وبص الافكار بتاعه المدرب. بص انا عايزك تبص على هاني لو استلم، لو بص في المساحه على طول حطها في العمق خلاص ودى اللعيبه انفراد. بس انت طبعا عارف محمد هاني، احنا بنجمع اللعب ناحية أشرف بن شرقي وطاهر بيضم في العمق. وبص عايزك تبص على التكتيكات بتاعة المدرب. أنا عايزك تركز معايا أوي وتبص وتخش تشوف دماغ الفكر الراجل عشان تقدر تبقى عارف الراجل هيعمل إيه قدام إنتر ميامي. بص نفس المشكلة في محمد هاني، ما عندوش حتة الخروج بالكورة وإزاي نقدر يقدر. اللعيب اللي هيبقى ممارس مع الراجل ده هيبقى ناجح أوي، ومدرب عنده فكر وبيقدر يطور اللعيبة. دي دماغ المدرب، ركز معايا كده قوي، المدرب عنده فكر. بص محمد هاني كده، عايزك تبص هنا معايا محمد هاني وهما بيقول لهم ارجعوا ورا. بص مين بقى اللي هيطور الهجمه وهيقدر يلعب ده محمد الشناوي. بص محمد الشناوي اتطور ازاي؟ بالخروج بالكوره. بص المساحات، قلت لك ان الشناوي لازم يبقى على الخطوط. بص المساحات، الكره اتلعبت لمحمد هاني، المفروض محمد هاني بقى ياخدها ويروح، كان طبعا احنا عارفين ان ده محمد هاني. بص المثلث اللي على الشمال، بص محمد هاني. بص اللعيبه بعد تاخر ذهني من محمد هاني ولعبها لامام عاشور، وفي الاخر الكوره امام عاشور جه فوتها ما راحتش. ركز معايا وبص عمر كمال فين عشان عايزك تشوف المساحات اللي الراجل بيفرغها في نص الملعب. بص الكرة اتلعبت للشحات،